ومن كذا تعزيز ما في. سنشاهد أول ظهور سعود المشهورة السعودية بدون حجاب، وبعدها بدقائق عائلتها تعلن التبرؤ منها بسبب ظهورها بدون حجاب. وظهور سعود من المشهورات في السعودية يتابعها مئات الآلاف على حساباتها، وكانت تظهر دائما إما بالكمامة أو بنصف حجاب كما نطلق عليه في العامية. ولكن هذه المرة كما سنشاهد المقطع كما الآن ظهرت بدون حجاب أو تظهر شعرها متبرجة. أترككم الآن أحبابي مع باقي الفيديو، ولكن فضلا منكم والمتابعة كل ما هو جديد ومتنوع على مدار اليوم والساعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم يا اخوان. اي شيء يخص الانسانه هذه اللي تحطوا لي منشن لها بالخاص، احنا متبرين منها تبرئه الذئب من دم يوسف تماما. لا احد يرسل لي شيء في الخاص، الله يرحم لي والديكم. هذه مره يعني شيء يعتبر خارج العائله، ما هو شيء من ضمننا ولا هو شيء من ابد. الله يرحم من ربانا، والله ما يرضى بالشيء ذا ابدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله يرحم لي والديكم. لا احد يرسل لي شيء في الخاص عشان لا يصير شيء ما راح أنا بصفتي متكلم عن عائلتي، هم آل عمر الدوسري. طبعا ما عندنا أي أحد اسمه سعود. أبوي اسمه عمر الله يرحمه وتغمد بروح الجنة. بصفتي أنا عن عائلتي، أتكلم عن عائلتي بالكامل يا جماعة الخير. تبرئتي بالكامل، متبرين أمام الله سبحانه وتعالى. هذا أنا الحب إني أوصل لكم. إيه عاد تتكلمون في مواضيع ثانية مدري إيش هي، أو شخص أو زوج ما لكم دخل. إذا الزوج طلع فعل أو ما عنده شخصية هذا شيء مفروغ منه، بس أنا أتكلم عن إحنا العائلة، أتكلم عن حاجة بصفة بعينة فقط. يعني أنا والله ما ودي إني